يبدأ الفيلم على جزيرة صغيرة ونرى أن المكان يعج بالطيور، حيث يمكننا أن نرى ورقة الشجر تتحرك لأنه يوجد أسفلها مخلوق صغير يجمع البذور، ولكن فجأة يكتشفه عصفور ويبدأ أولي في سرد قصته لنا، ثم يبدأ بعد ذلك في شرح أنه منذ أن كان يتذكر كان فضوليا دائما ويحب جمع الأشياء ليحتفظ بها في سلته. ثم في أحد الأيام خطرت له فكرة استخدام الزجاج لرؤية ما تحت الماء لأنه بفضل اختراعه يمكنه اكتشاف أماكن ولكننا جديدة. نرى فجأة أن والده قد وصل وتمكن من إخراجه في الوقت المناسب حتى لا يكون على يد حيوان. ثم يخبره والده أنه لا ينبغي أن يكون مهملا للغاية لأن المخلوقات الأخرى لن تتردد. يخبر أولي والديه أنه كان يستكشف فقط، لكنهما يردان عليه بأنهما ليس من النوع الفضولي وأن الشيء الوحيد المهم هو سلامته. تبدأ جدته في إخباره أنه منذ سنوات عديدة كانوا يعيشون جنبا إلى جنب مع الحيوانات الأخرى وأنهم كانوا دائما مرعوبين بسبب ولكن في يوم من الأيام تغير كل شيء عندما وصلت مخلوقات عملاقة إلى الوادي لأن لديها قرون سحرية يمكنها تحويل المخلوقات. لكن ذئب النار سرق السحر ليحول نفسه إلى وحش، ثم استخدم ترنسه لمهاجمة العمالقة لأنه أراد أن يخيفهم حتى يكون حاكم الوادي. لذلك يجب أن يكون حذرا بشأن مغادرة الجزيرة لأن الذئب لا يزال يرعب الوادي. يبدأ والداه في القول بأنهما لا يفكران إلا في سلامته وأنهما سيقيمان مهرجانا لتقديم الشكر على الحصاد حيث يمكننا أن نرى أن الجميع يلهون باللعب بالبذور. لكن أولي قرر الابتعاد ليتبع طائرا صغيرا، ثم يدرك أنه طائر ودود ويقدم له البذور لأنه كان جائعا. يبدأ أولي في تعليمه كيفية فتح النباتات، لكن والده يوبخه لكونه مع حيوانات أخرى لأن الطيور يمكنها استخدام صفيرها للتواصل. ونرى أن كبار السن أيضا تمكنوا من تعلم كيفية الحصول على البذور، الأمر الذي ينتهي بهم إلى تعرض قريتهم لغارة عدد كبير من الطيور وفقدانهم للبذور التي جمعوها أثناء الحصاد. نعود إلى الحاضر ونرى أن القبيلة تواجه مشكلة في جمع الطعام لأن الطيور تأكل البذور. يشعر أولي بالذنب لتسببه في المشكلة لأن كل شيء بدأ عندما ساعد طائرا. ثم يتوصل إلى فكرة أنه يمكنه استخدام البلورات لإخافة الطيور لأنه يدرك أنها تخاف من لكن فجأة نرى أنه ينتهي به الأمر بهجوم طائر بري عليه. وأول في كهف حيث توجد الكبسولة، لذلك يدرك أن القصة صحيحة ونرى أنه ينتهي به الأمر بالصدفة إلى السقوط عليها. يحل الظلام والقبيلة تبحث عن أولي لأنه لم ثم يبدأ في الصراخ بأنه سقط في حفرة ويشعر ببعض الغرابة بسبب السقوط. ولكن عندما يخرج نرى أنه قد تحول إلى طائر، ويخبر أولي والدته أنه خائف، فيعتقدون أنه داخل الطائر ويبدأون في رمي الحجارة في محاولة لاستعادة أولي، ثم ينتهي به الأمر بالصدفة إلى السقوط من أعلى الجبل. وعندما يستيقظ يدرك أنه بعيد جدا عن جزيرته. وصل أولي، ولكن بدأت آفي تخبره أنهم أنقذوه من الماء، لذا يدرك أولي أنه في جسد مختلف وأنه يفهم كل مخلوق بفضل سحر الكبسولة. تعتقد الطيور أنه أصيب في رأسه بسبب تعرضه للضرب عدة مرات أثناء محاولتهم إنقاذه، ثم يدرك أولي أنه نفس الطائر الذي هاجمه ويحاول إقناعهم بأنه المخلوق الصغير. لكنهم فجأة يسمعون عواء ذئب فيقررون تغطيته بالبراز حتى يتمكن من إخفاء وجوده لأن الذئاب تحب اصطياد الحيوانات وأولي في ورطة لأنه لم يتعلم. ثم يسمع أولي سمكة تتحدث إليه وتخبره عن جراب آخر، لذا ذهب يمشي بحثا عن شجرة كبيرة، وعندما يصل يدرك أن السمكة كانت على حق. تعتقد آفي أنه قد بن بالفعل، ولكننا نرى أنها تحولت عن طريق الخطأ بعد لمسها للجراب. ثم أدركت أنها في جسد مختلف وأن أولي كان يقول له الحقيقة بشأن تحولها. يلقي أولي باللوم على آفي لأن كل شيء خطأها، ويبدأون في المشي ليسألوا الأسماك عن مكان العثور على جراب. يبدأ السمك في القول بأنه كان وحيدا منذ وقوع الكارثة وأن القرون موجودة في جثث العمالقة، لذلك يذهبون في طريقهم نحو الشلال لأنه يوجد جراب آخر هنا. ولكن فجأة يسمعون عواء الذئاب لأنهم يكتشفون أن أحد أشبالهم مفقود، ثم يدركون أنهم محاصرون ويبدأون بالركض للهروب من الذئاب. لدى علي فكرة أن بإمكانهم الذهاب إلى كهف للاختباء من الذئاب، ولكن عندما يصلون يدركون أن هناك عشاقا، ثم يشرح لإيفي أنها تستطيع استخدام أنفها لرؤية الروائح، ويبدأان في عبور الكهف من خلال أكثر الطرق أمانا. لذا تقرر الذئاب العواء لجعل الثعابين ترصدهم، وينتهي بهم الأمر إلى أن يحاصروا لأنهم يصلون إلى يقرر آفي دفع أول لإنقاذ نفسه من الثعابين ويتمكن من تعليمه ما يكفي لتعلم الطيران. ثم يستمرون في طريقهم إلى الشلال، لكنهم يقررون أخذ استراحة لأن الظلام تبدأ آفي في إخباره بأن جنسها كاد أن ينقرض بسبب نقص الغذاء، وأن الأمر محزن للغاية لأن والديها توفيا. لكنها اكتشفت ذات يوم أنها تستطيع أكل البذور، وكانت تلك هي المرة الأولى التي ترى فيها حيوانات. في صباح اليوم التالي تدرك الحيوانات مكان الشلال وتبدأ في الطيران نحوه، ولكن عندما يصلون يكتشفون عرينا للذئاب، فيخبرهم السمكة أنه سيخلق إلهاء حتى يتمكنوا من الاقتراب، ثم يبدأ في التظاهر بأنه خرج من الماء لأنه بهذه الطريقة سيجذبهم برائحته. بينما تغتنم الحيوانات الفرصة للتوجه نحو الشلال، ولكن عندما يصلون يكتشفون أن هناك جرابا واحدا فقط، ويبدأون في الشجار حول من يجب أن يأكله.
يعترف أولي بالحقيقة أنه هو الحيوان الذي علمها أكل وبسبب هذا الفعل فإن جنسه يتدور جوعا حتى الموت. لكن فجأة يلاحظون وصول الذئاب، ونرى أنهم يتحولون بالصدفة إلى أسد. يدرك آفي أن القرون تحولهم إلى آخر حيوان ذكروه، لكن أولي يوبخها مرة أخرى لأنه. ثم يمضون في طريقهم إلى موقع القرون الأخرى، وتعترف السمكة بأنها تشعر بالحزن الشديد لكونها وحيدة. تبدأ إيفي في إخبار أولي أنها في اللحظة التي قابلته فيها شعرت بالثقة وأنها كانت ممتنة دائما لإنقاذ عائلتها. تظهر لهم السمكة أنهم وصلوا إلى المكان الذي توجد فيه القرون، لكنها تقول إن المشكلة الوحيدة هي أن التيار قوي، لذا بدأوا في السباحة للتسلق كفريق، لكنهم أدركوا أن الصخور كانت في الواقع دببة. ثم ينطلقون بسرعة فائقة للهروب من الدببة، لكنهم يرون أن مجموعة الذئاب في الأعلى وأن الشبل قد سقط بالخطأ على يتوصل أولي إلى فكرة أن بإمكانهما العمل معا لإنقاذه من السقوط، ثم يمضيان في طريقهما لاستخدام القرون. لذلك يحتفلون بعودتهم إلى أجسادهم، ويسألون السمكة عن الحيوان الذي لكنه يعترف بالحقيقة، وأنه كان يخدعهم فقط وأنه في الحقيقة هو الذئب من الأسطورة. ثم يبدأ في إخبارهم أنه كان أصغر من حمله فتركوه ليموت، ثم قرر أن يدمر الوادي حتى يمدحه الجميع. لكنهم حولوه إلى سمكة لإبقائه في السجن. يستخدم الذئب أنيابه لمهاجمة الطائر، ثم يستخدم نيرانه لحرق بو، ويبدأ الذئب في القول إنه سيعود أخيرا لإرهاب الحيوانات، وتموت آفي متأثرة بجراحها. لذلك قرر أولي أن يخترع اختراعا ليحمل صديقته لأن الأطباء يمكنهم شفاء ويتمكن من تسلق الجبل ليلتئم شمله مع الطيور. ثم يستيقظ أولي في عش الطائر، ونرى أنه سعيد لأنه تمكن من إنقاذ صديقته، لكنهم لاحظوا فجأة وجود رماد في الهواء لأن الذئب يدمر الوادي. لذا قررت الطيور أنها ستعمل كفريق واحد لإنقاذ الحيوانات، وتبدأ في الطيران لتوجيهها، لكن فجأة نرى أن الذئب أيضا، ويبدأون في شكرهم على إنقاذ الشبل. ثم تبدأ جميع الحيوانات في العمل معا لإنقاذ نفسها من الحريق، وهي في طريقها إلى جزيرة. والداه سعيدان لأن أولي لا يزال على قيد الحياة، لكنهما يخشيان أن يتعرض للهجوم. يبدأ أولي في شرح أن القصة كانت حقيقية وأنه اكتشف أنهم يكونون أقوى عندما يعملون كفريق. لذلك قرر والده أن يثق بابنه مرة أخرى وأنهما سيساعدان الحيوانات حتى تبقى آمنة. لكن فجأة يسمعون الذئب يصرخ في وجوههم ويبدأ بالركض نحوهم محاولا يتوصل أولي إلى فكرة القفز إلى الكهف للحصول على جراب آخر باستخدام الجذور للتواصل مع العمالقة، حيث يتمكن من جعلهم يستخدمون سحرهم لصنع جراب آخر. ويقرر أولي استخدامه للتحول إلى عملاق، ثم يمضي في طريقه لمحاربة الذئب ويقرر رمي الماء عليه لإخماد نيرانه. يبدأ أولي في إخباره أنه كان ساذجا جدا، لكن الذئب يشعل نيرانه ليحرق، ثم يركض ليصعد فوق أولي ويستخدم ناره لحرق جسده الجديد. يبدأ الذئب بالسخرية منهم لضعفهم الشديد ويقول إنه سيدمر الوادي بأكمله، ولكنه أدرك فجأة أن جذوره تعيقه. ويقرر أولي بنفسه تدمير سد الوادي، لأنه بهذه الطريقة يمكنه هزيمة الذئب. يشعر والداه بالحزن لفقدان ابنهما، ويعانقان آفي لمواساتها أيضا. بعد فترة عاد الوادي إلى طبيعته، وتعلمت الحيوانات العيش مع جميع الأنواع. وذات يوم أدركوا أن العمالقة قد عادوا لأن السلام قد عاد أخيرا إلى الوادي. وبعد ذلك تكتشف آفي أن صديقها لا يزال على قيد الحياة، ويبدأ أولي في شرح أنه تم إنقاذه بفضل قوة العمالقة. لذلك يذهبون للطيران حتى يتمكنوا من لم شمله مع والديه، ويقرر العمالقة الركوع أمام أولي. هكذا